تمكن نادي الوحدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية من التوقيع مع المدافع المغربي جواد لياميق لمدة موسمين قادما من نادي ريال بلد الوليد الإسباني، ليكون ثالث مغربي يعزز صفوف النادي في الدوري السعودي. وبدوره أعلن نادي بلد الوليد عن إنهاء لياميق مسيرته الكروية معه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوحدة السعودي، مشيرا إلى أن قلب الدفاع المغربي لعب 70 مباراة رسمية معه على مدار 3 مواسم، وسجل 3 أهداف فيما يقرب من 5000 دقيقة من اللعب. وساهم لياميق 31 سنة في الإنجاز التاريخي الذي أحرزه أسود الأطلس في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم بقطر، بعد أن اختاره المدرب وليد الركراكي ضمن التشكيلة في الدفاع على قميص الأسود. وساهم لياميق في عدة إنجازات إلى جانب الفرق التي لعب معها، أهمها إحراز كأس إفريقيا للمحليين في 2018 وكأس العرش المغربي مرتين، بالإضافة إلى إحراز المركز الرابع في كأس العالم 2022 رفقة المنتخب الوطني المغربي.